كأنه احترقت ورقتنا، كأنه احترقت بكير، كأنه خلصت قصتنا وكانت قصة حلوة كتير. باي 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 يا حلوين، باي 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 يا حلوين. ببساطة حلقتلي، زهقت زحطتلي، فكرت حنوني بغرامي مجنوني، راحت ما قالتلي باي 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 يا حلوين، باي 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 يا حلوين. مش حق عليكم، حق اللي بيعملكم قيمه بغني لكم. اكزاكتلي، مش الحق عليك، الحق اللي مغنيك يعطيك قيمه. عشان ما كان لازم تذكريه انه هو ابو قرون وراحت مع واحد تاني هديك وتركته. قصدك راحت مع اللي معه مصاري، مع المقرش. بغض النظر عن الاسباب والظروف، القرون بدل اسمه القرون. يلا بعد ناقص تذكروا بنسرين وبرنا انت اللي بلشتي، انت اللي كنت بالاول عم تتحكي. خلصوا له حاج جعدوا بقى، مظهر مطولين. انا عبد مأمور، بيقول لي ابو طلال روح يمين بروح يمين، بيقول لي روح شمال بروح شمال. كفي دغري. شافت؟ اسمعوني منيح، بنعد للأربعة وبنركض. تفضلوا. هذا من حقه جاي يخليك تقضي عيد ميلادك بمقبره. اوعى تفوت، اوعى اوعى. شو اوعى نفوت ما اوعى نفوت؟ شبتكم على اكثر محل ما بيقدر حدا يشوش علينا فيه. خي ابو طلال، بعرف مسكر راسك علي من قصه التلفريك، بس من هيك بترد لي اياها؟ عيد ميلادي على المقبره؟ انت هيك عم ترفض قرارات الادمن تبع الجروب. ما عم برفض شيء له خيي، بس انه مقبره خلص فوت بفوت خيي. فوتوا بلا بسبسه، تفضلوا. فوتوا فوتوا. تفضلوا. تفضلوا. من بكره قوانين جروب البطيخ هيدا بدها تتغير كلها. شفتك على هالمسخره. يلا يلا، انت مثل البومه لما تبلشي. فوتي. يا بيت اهلا وسهلا، تفضلوا. خفوش وراي. فوتوا فوتوا ما تخافوا، بيت بيتكم. بيت بيتكم؟ قصدي اذا مش هلا بعدين. ما تبلش ابو طلال، نحن جايين هون كرمال ميلاد رامي، غير هيك ما عندنا شغل هون. انت قلتيها ميلاد، يعني ميلادي، بعد الميلادي شو بيجي؟ بيجي العمر الطويل، لكن بيجي لهون؟ يا خيي قد ما طال العمر بعد العمر الطويل شو بده يجي؟ تجيك موجة زتك وتكبك من البحر انت وهالسهرة مش هيك؟ والقيلة امين يا حق. بعدين انت وين قدته؟ نسيته بالسيارة. كيف نسيته بالسيارة؟ كيف؟ خلص هلا ماشي الحال، طلع في جيبه من السياره فز. يلا خلينا نطفي هالشمعتين، كل واحد ينقبر ببيته. لا تنقبر ببيته، بنقبر هون. خلص نزلني هون بكفي اسمع تكبيرات. حبيبتي قبل ما تنزلي اعطيني بوسه كرمال الله. لك خلص بقى حل عني. حبيبتي عم اقول لك بس اعطيني بوسه وهيدي اخر فرصه. كنت فرجيني شطارتك لما كنا بالفيلا، ولا مش شاطر غير انك تطلب فرص. هلا هيك عم تحكي معي وعم تشرحيني؟ شو نسيتي ايام زمان؟ اللي بيسمعك بيصدق، بيقول عنتر ايام زمان. يا حرام. انت شو بتعمل بالمستقبل؟ يعني قصدي مخطط شيء انت للفيوتشر ولا بتتمنى او ما بتتمنى مثل السنة الجديدة؟ بتمنى بس ما تكون مثل اللي قبلها. انه يعني اصلا حتحط عقلك براسك ولا لا؟ شو بستفيد اذا حطيت عقلي براسي؟ يا معه حق 100%، شو بيستفيد اذا حط عقله براسه شو؟ مهندس طويل عريض مثلي، قاعد عم بصلح موبايلات بمحل حقه سرماية. حبيبتي طولي بالك شوي يا حبيبتي، بس قولي شوي. حبيبتي انا هيدي الفتره شوي مضغوط، وهيدا الضغط بيأثر على الحاله العضويه تحديدا بالذات يعني. واللي عندي بالبيت بضله مضغوط، وانا شو بدي اعمل بحالي؟ بوس ايدك فرصه. الله يخليكي، بس اعطيني فرصه، بوعدك اني ببيض لك وجهك والله.
مش ملاحظ انه قضينا هالعلاقه انت مضغوط وانا عم جرب اعطيك فرصه؟ بوس ايدك فرصة، الله يخليك، بس فرصة واحدة، بس فرصة واحدة. بصوا الشباب، انت شو انت؟ ده انت شو انت؟ ده بالمره مضروب انت بالمره؟ سالم والله العظيم فكرته انا ما ابرى من الميت قام. لك موتك لرعب العالم بقلبك. انت بس فهمني كيف بتفوت علينا هيك فوت ونحب المقبره كيف؟ وباب انت وباب. بس ما بدك تعرف شو صار معي قبل؟ شو صار معك؟ لقيت لك شاب وبنت واقفين بقلب السيارة ورا عم يبوسوا ببعض. ايه قلت مصدر ما تكون حمار، خليك للاخر وصور كل شيء، خلي كل شيء ينزل عندي على اليوتيوب وبجيب لايكات، شو بقى بدي احلى من هيك؟ وين جاتو؟ الجاتو؟ نسيته. هيك لقيناه هون على طبون السيارة معلم. معناتها اللي بعته بيعرف انه عيد ميلاد صاحبتي اليوم. مش بس هيك، شو كمان؟ مش ملاحظ انه على شكل تابوت؟ معناتها بيعرف كمان انه هي رح تصف سيارتها حد المقبره. رسالة تهديد واضحة وصريحة معلم، بس مين معقول اللي عملها؟ ما في غيره هذا الواطي السميح. نقصني جاي اقول لك انه صار لازم ننزل. حياتي ليش هالقد متوترة؟ لا بالعكس، بلا متوترة، أنا شايفك متوترة. يلا خدي نفس عميق مثلي اطلعي فيي هيك. يلا حياتي ايديك مبوزين. لا يا حياتي، هي أنت إيديك سخنين كتير، يمكن لأنه متوترة كتير. بتعرف شو؟ يمكن قد ما محمسة. عن جد أنا كمان كتير محمس، مش قادر هدي حالي من الحماس. يمكن إيدي باردين بس من جوا عم بغلي غلي. حبيبي قلبك كتير عم بدق بسرعة. عم بدق بسرعة؟ قلبي طاير من الفرح. مش مطاير يعني شو بدي اقول لك؟ عم زايغ نظري، عم شوف الوان، حاسس هيك بتشة برد، ممغوص، زايغ نظري. بتعرفي شو حياتي؟ شو؟ انا مني وعلي يجيب لي 4-5 ملايين لايك وبيتي براس القلعه. ولك 4-5 ملايين شحاطه يرقوك رق انت وياه. بالعاده الفيديوهات اللي مثل هيدي يا حمار يا حمار لحتى تضرب بتلاقي دايما فيها شخصيه معروفه، فنان معروف، فنانه معروفه، اعلامي معروف، رجل سياسي، وزير مثلا، انه بالميتة نايت. ممنوع حدا ينام او يرف له جفن قبل ما اعرف مصدر الرساله. وهيدا الضغط بيأثر على الحالة العضوية تحديدا بالذات يعني. مين؟ ابو العز. مش ملاحظ انه قضينا هالعلاقه انا عم بعطيك فرصه وانت مضغوط؟ حبيبتي الله يخليك، اعمل لك اعطيني بس فرصة، وانا بوعدك اني بيض لك وجهك، بس فرصة. يعني القالب طلع من عندك؟ مزبوط سيدنا، طلع من عنا. اجى زبون بدي اعمل جاتو وعملنا جاتو، اعطينا الجاتو.
عندك كاميرات مراقبة بالمحل؟ نعم، عنا برا وعنا جوا. أنت بتعرف تشتغل عليهم؟ لا. هو بيعرف؟ هو بيعرف. تفضل عندي. يلا تفضل. أسرع أسرع أسرع. يلا ها. والله اذا بتنزل الفيديو لا اعمل عمايل على السوشيال ميديا. بفتكر اللي بده يعمل عمايل هو ابو العز وبمظهر مش بالسوشيال ميديا. اوعي انت، شو بدي اعرفه ابو العز انه مظهر اللي صوره؟ فوت على وجهه. أعطيني الكاميرا اللي برا. زوم لي على النمرة. اذا هالقد مخوطر هالفيديو اكثر شيء بمحل. بتكون حمار. طب خليه. كمان بتكون حمار. شو اعمل فيه؟ رح اقول لك شو تعمل فيه. روح. ليش انا جيت لعندك يا ابن خالتي منه كلام تقول لي شو اعمل فيه؟ اقول لك روح. داخل على شرايك قول لي شو اعمل فيه. تبعت له الفيديو على الواتساب وبتكتب تحته قد ايه بتدفع لاعمل له ديليت. ها بدل 2000 3000 هاي بضب لك 7 8000 دولار بالجيبه. ايه بس بدك تعمل حسابك، هذا الزلمه صار حاطك براسه يعني صليلك. انا برايي يعني شوف هلا هي مش فكره بس انه راي عم كبه انا هيك ما تاخذوه بجديه انتم، بس انا برايي اذا مظهر بعت الفيديو من رقم مجهول مجهول ما بيقدر يوصل له ابو العز مثلا. والله على اساس ابو العز ما حيقدر يطلع البرايفت نمبر. ابن خالتي بلتقى عندك هيك شي خط الواحد بيحكي فيه مع العالم هيك من بلا ما حدا يعرف ما يبين عنده الرقم ما بيحكي فيه مع ابو العز يعني بتنعمل هاي؟ بتنعمل بس فيها مخاطره. لا بس بتنعمل. لا بس كمان فيها مخاطره يعني كمان. على سيرة المخاطرة خطرت لي فكرة كتير حلوة. ليه ما بتبعت الفيديو لأبو العز وبتقول له إنه أنت صورته بالغلط وهيك ساعتها تكبر كتير بنظره. وشو بيصير بعد ما يكبر بنظره؟ أكيد بكافئه لأنه طلع ابن حلال. 100% 100% بده يكافئه مش بعيد يعطيه نص ثروته ويجوزوا بنته ويعيشوا بثبات ونبات. فزتيني انت حقيقة مخ. ابن خالتي ايه هلا بيلتقى هذا الخط معك ولا ما بيلتقى؟ طيب بيلتقى بس ما بتجيب سيرتي. شو ما صار معك القصه فيها خربين بيوت. يا عيب شو معناك هذا هالحكي صحيح يا ابن خالتي؟ يا عيب شو معناي؟ انا ولا انا انطرت هالكلمه من الغريب ولا من واللي انا ما بخونك طول ما في نفس بصدري. دكتور معلش اذا بتريد انا اكثر من هيك ما بقدر اتحمل. بليز قل لي شو وضعه لخليل؟ وضعه ممتاز. دكتور اذا وضعه ممتاز ليه بعده بالمستشفى لهلا وليه ما عم بتخلوني فوت لعنده؟ بس يرتاح اكيد رح تفوتي تشوفيه. يرتاح من شو؟ ليش هو شو بيه؟ كل الفحوصات والتحاليل اللي عملنا له اياها ما عنده شيء. دكتور عمول معروف انا قويه وقادره اتحمل. بليز قل لي شو بيه خليل، اكثر من هيك ما بقى اقدر. توعديني الحكي اللي بدي لك اياه بضله بيناتنا وما بيعرفوا مخلوق. بوعدك. نوبة مغص شديدة عملت له اسهال كثير قوي، بس ارجوكي هو كثير محرج من الوضع اللي هو فيه وما بده حدا يعرف. بالاذن. قلت لي لمين السيارة؟ لا لي السيارة ورضينا عن أهلي، بس إنه الشباب طلبوها يستعيروها بقول لهم لا يعني. ومين بيكونوا الشباب؟ أصحابي نوغا وأبو طلال ومظهر عاملين هيك جروب مهضوم كثير على الواتساب. ورطة؟ حضرتك بدك تعرف الحقيقة؟ كرمال هيك أنت هون. أنا رح أقول لك كل شيء، كل الخبرية إنه هذا الجروب كل شهر واحد منا لازم يكون عليه أدمن. فهالمرة كان دور أبو طلال، مشان هيك ما قدرت اقول له لا هو اللي نقى وبدي اسهر عيد بلادي. عم اخذتكم تسهروا بمقبره 100%، لكن ليه مسمينه ورطه؟ هي القصه وين بلشت؟ بدك تعرف وين بلشت؟ بلشت مع مظهر. لما كان هو ادمن كان عيد ميلاد مين؟ نوغا. ونوغا من شو بتخاف؟ بتخاف من البحر. عندها فوبيا بتخاف بتدوخ. راح نقينا عيد ميلادها يكون على البحر يا معلم.
شو بدها احسن من هيك؟ الناس بيتمنوها لهيك سهره. اخي بحر بنتابعوا لنا مش بنتابعوا لكم، شو مفكر ياخذينا على يخت 30 متر يعني؟ كلها شخطوره على قدي وبتبرم على اقل موجه، وهي بتدوخ وما بتعرف تسبح، وحتى حبي للدوخه ما اعطاها. ضرب يعني؟ لك ايه ضرب؟ هلا بدك تشوف هي لما اجى دوره شو بتعمل فيه؟ شو بتقول عملت فيه؟ ما بعرف. انتوا هذا الجروب ليه مخليينه اذا هيك؟ مفرطوها احسن. لا برو، نحن مش هيك، نحن اول ما فتحنا هذا الجروب اتفقنا وتعهدنا كلنا مع بعض انه لو شو ما صار هذا الجروب ما بيتسكر. يحرق حريجك يا ابن خالتي، ضلك نايم ضلك نايم. شو يعني؟ يعني قصتهم طلعت هيك كلها بالغلط. والجاتوه اللي على شكل تابوت؟ لا معلم، هيدا كان جزء من الضرب اللي اصحابه عم بيعملوه فيه. وبركي كان عم بيكذب. لا ما بظن. انا فتت على موبايله وشيكت كل الاتصالات والمساجات. عنده جروب هو واصحابه هيك بيرتبوا سهرات غريبه بتضحك. هيك يعني؟ يعني يرعبونا على الفاضي. على الفاضي. خليه يروح. كتر خيرك، شكرا. ليك ابن خالتي، انا فكرت بكل شيء حكينا فيه، طلع معي انه هذا ابو العز وواحد اخو عملي ومسوي. شكله حبك. على كل حال انت بس تظهر من هون ما تحكي مع حدا وتقول وين كنت وهذا تليفونك انا بحب رجع. ممكن؟ ليك ابن خالتي، انا فكرت بكل شيء حكينا فيه، طلع معي هذا ابو العز واحد اخو عملي ومسوي. لايك يعني مثل هاو العالم بدك تجيهم من فوق، ما فيك تجي من تحت، يعني من الاول بدك تفرجيه العين الحمراء تبعك. لايك يعني مثل هاو العالم بدك تجيهم من فوق، ما فيك تجي من تحت، يعني من الاول بدك تفرجيه العين الحمراء تبعك. نحن يعني هلا اللي بيعرف هو اللي نحن عملناه فيه يا بيات الصوص الاحمر شفتوش طيب فيه، والله يشوف تحته من الرعب. ما بعت لي رقمه لهذا الصوص خليني اتواصل معه. وينك؟ نحن الأربعة هنعمل شغل أنا وياك وأبو طلال ونوكا، ما حنطلع على ربحانين صدقني. هذا اللي أعطينه والله نحن يا زلمة ما تفكروا هين، منه هين. البنت حلوة بس وجهها مش خير عليك. شو وضعها؟ يارا بنت يتيمة، ربوها ستها وجدها، مهندسة ومحترمة، بتحبني كتير ووعدتني ما تعيش مع حدا غيري. بركي فايتة على طمع يا ابني. قالت لي بتعيش معي على الخبزة والزيتونة. وشو اللي عجبها فيك؟ قصدي شو أكتر شي عجبها فيك؟ خالتي الشكل منه كل شي، وبياعد حكي كمان. لا أبداً، يارا ما بتعرف تكذب. معناتها بتعرف تخبي. أبداً أبداً، يارا مثل كتاب مفتوح، يارا صفحة بيضة، يارا مثل غيمة شاردة قدام هالشمس. الله، يا عيني على هالتشبيه. الغيمة مش هيك؟
قد ما كانت بيضة ونقية ما حدا بيعرف لما بتهب العاصفة بأي سما رح تسرح وعلى أي أرض رح بتشدي. حددنا موقعهم ونحن جاهزين للمداهمة، بس أعطيته نمرة تليفونك مشان يبعتوا لنا رسالة التهديد. بدي أعرف بالضبط شو كامشين علينا. شو بدهم يكونوا كامشين علينا يعني؟ أي ملف ممكن يهددوك فيه ويستخدموه ضدك قبل الانتخابات. أي ملف. مثل شو؟ مثلا صفقة مولدات الكهرباء. لا هيدا الموضوع أنا مغطي حالي فيه منيح. موضوع السيارات والتهرب من الجمارك والضرائب لا هذا الملف تسكر من زمان. بركي لما قبضنا رشوة بخصوص النفايات. لا أكيد لا. يمكن قضية القرض تبع المعمل اللي احتلنا فيه على البنك المركزي. أكيد لا. شو هالحكي هيدا؟ أو مثلا لما حطينا إيدنا على المخصصات العامة. شو قصدك بالمخصصات؟ الأملاك البحرية. نسيت لما عملنا لك سنسول كتير طويل لحتى حضرتك تصف اليخت فيه؟ وعملنا لك هيك كوخ صغير مع شومينيه لحتى تكون مرتاح بس تكون مضغوط. لا هيدا الموضوع ملكناه من زمان. هدول بعتوا شيء. هذا مقطع فيديو. خلينا نشوفه. صار لي شهر عم بنطر، بالاخر جاييني. حبيبتي طولي بالك شوي. غريب مغطيين الوجوه. بس الصوت منه غريب ابدا. ايه عادة معلم الواحد بيستغرب صوته بس يسمعه من آلة او من مطرح غير تمه يعني. شو قصدك؟ قصدي انه هذا صوت حضرتكم سيدنا. حبيبتي انا هيدي الفترة شوي مضغوط، وهيدا الضغط بيأثر على الحالة العضوية تحديدا بالذات يعني. واللي عندي بالبيت بضله مضغوط، وانا شو بدي اعمل بحالي؟ معقول يكون سميح القلولي الله يخليك كامش عليك هيدا الملف؟ بوعدك اني ببيض وجهك. يارا خلينا نحكي شوي بصراحة. انت شو بيعجبك فيي؟ بعرف في كتير اشياء بتعجبك فيي، بس شو اكثر شيء بيعجبك فيي؟ حزار. هلا وقت حزازير. اعطيني شي تلميح. طيب اوكي، شي ببلش بحرف الطاء. بحرف الطاء؟ طلطة؟ تقبرني طلتك، بس لا مش طلتك، غير شي. شو لكان؟ طفولتك. أنا بحب هيدا الطفل يلي جوا يلي مش قبلان يكبر. بتوعدني بشي؟ شو؟ إنه تضل هيك ما تتغير أبداً أبداً؟ بوعدك. عرف عن نفسك. لك أنا محقق قديم، يعني زميل. تعامل معي باحترام تاخد عيوني. اوعك تغلط، تحترم نفسك وبتعرف مع مين عم تحكي وفيك تعتبره تهديد. 32 سنة، عندي محل صيانة كاميرات مراقبة وبلاط بالنهار وكوفر بالليل، تسلم. حضرتك انا 20 سنة بعلبك، بشتغل قبل الظهر بالدليفري وبعد الظهر بشتغل قبل الظهر بشتغل بالتليفونات والواي فاي ساتلايت وبعد الظهر بشتغل بالدليفري. نونجا بلا كذب. ناجية 26 سنة برجع الجوزاء بشتغل بالمساج والميك اب. ما عرفتني؟ مش ممكن. أول واحد فيكم أنتوا الأربعة بيعترف بالحقيقة هو الوحيد اللي رح ينفد. هلا طبعا ضميره رح يأنبه لأنه رح يكون سبب بموت البقية، بس طبعا بعد فترة رح ينبسط ورح يرتاح لأنه كتب له عمر جديد. ابو طلال حب يعمل فيي ضرب بعيد ميلادي، قام اخذني على المقبره، نسينا الجاتو بالسياره، طلع مظهر لحتى يجيبه. شايف اثنين مدري شو عم يعملوا، بس ما عارف مين هن بالاول. قلت لحالي بصورهم. ما كنت بعرف انه سيدنا هذا هو بقلب السيارة. انا لو كنت بعرف انه سيدنا يا سيدنا اني كنت صورته، كنت خليت الشيطان يلعب بعقلي. قلت له هيك وهيك صارت.
ليش لا؟ بركي بتستفيد لك بقرشان. للصراحه كل واحد منا اقترح عليه فكره شكل. انا قلت له دغري اتصل بسيدنا ابو العز واعطيه الفيديو وسلمه اياه كيف دغري حيعرف انك ابن حلال. هي عجبتني الفكره، اول شيء عجبتني الفكره، انا ما فكرت فيها عشان هيك عجبتني الفكره، بس لما رجعت فكرت فيها لقيتها انه حلوه الفكره يا سيدي. قالت هو الشيطان رجع لعب بعقلات. انا قلت له بدل ما تحط لك 4-5000 لايك بجيبتك بتحط لك 4-5000 دولار. بالغلط رامي تبرع واعطاه تليفون لحتى احكي. لا كذبت، قصدي هو مظهر اعطاه الفكره كرمال يعطيه التليفون. والله رجعت كذبت، قصدي انه نحن كلياتنا اشتركنا واعطيناه الفكره لحتى يجيب كارت ويتصل بابو العز. انا غلطت يا سيدنا لما خليت للشيطان يرجع يلعب بعقلات. انا قلت له بنحط فلتر على الصوره قبل ما ابعتها لابو العز عشان يعرف انه التهديد جدي. انا كنت عندكم هون بهالمرحله. رجعت كذبت. فينا نبلش التحيه من اول وجديد؟ شو بدك بالحكي يا زلمه، الشيطان بس يلعب بعقل الواحد بورطه. ايه والله. شو هيدي نسبة 99.9%؟ هيدي نسبة التطابق بأقوالهم معلم. مش يمكن يكونوا متفقين انهم يقولوا نفس الكلام في حال نحن مسكناهم؟ حتى لو متفقين مستحيل انه يتفقوا على كل هالتفاصيل والحيثيات ويقدروا يحفظوها بهالدقة. 99.9% معلم. وهيدي رح تكون نسبة المشاهدة في حال كانوا عم بيصوروا لصالح سميح. إذا قصدك الفيديو المشؤوم، أنا بحب طمنك، هذا الفيديو تصور بموبايل واحد منهم، وبأكد لك إنه هذا الفيديو ما طلع من هذا الموبايل إلا مرة واحدة، هو لما حضرناه أنا وياك على تليفونك. يعني بدك تقلي إنه سميح ما له إيد بهذا الموضوع؟ بأكد لك إنه ما له إيد بهذا الموضوع، إلا إذا حضرتك حابب تجيب إجره وتورطه بالموضوع. ولي شو عم تطلع فيه؟ الحبس للرجال، نحن رجال. بس ولا نفس. اسمع انت وياها. انا صدقت روايتكم. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بس للاسف المعلم ما اقتنع. اقسم بالله قلنا له مزبوطين. والله هو ما بهمه شو بتقول له، المعلم بهمه الافعال، والافعال على الارض. يا عم بنفعل له للمعلم، نحن بأمره للمعلم نفعل له اللي بده اياه. حبيتك، هيدي بداية كويسة. هلا هو حاليا شاكك انه انتم عم تشتغلوا مع حدا معين. لا والله العظيم لا، والله العظيم لا. لحتى نقنعه انه لا، لازم هالحدا المعين تصوروه بوضع غير لائق. ومين هو هذا الحدا المعين؟ خليل. شو صار معنا؟ بشو؟ يتحل المشكلة يا ابني ولا بعد؟ أي مشكلة؟ بخصوص الست يارا. ما عندي مشكلة مع يارا، بس نحن عنا. شو مشكلتكن؟ قبل ما نتأكد من أخلاقها 100% ما فينا نسمح إنها تصير كنتنا. سمعة العائلة أمانة عندك، شو بيضمن لك ما رح تفرط فيها؟ ثروة العائلة أمانة بين إيديك يا ابني، شو اللي بيضمن لك ما تشلحك إياها؟ نسل العائلة أمانة برقبتك، شو بيضمن لك ما تتلاعب فيه؟ هاي عليها كل المعلومات، ارقام تليفونات، عناوين، وفلل سرية. طيب وما زال عندكم كل هالمعلومات، شو بدكم فينا؟ هي الفكرة انه هالحدا المعين سياسيا هو عدونا اللدود، واي حدا من جماعتنا بيقرب صوبه بصير في مصيبة. مشان هيك بدنا حدا من بعيد، وهذا الحدا هو انتم. يعني معلش ما صار، يعني مش عم تحكي لو ما انت ما كنا وصلنا لهون. لو ما حضرتك صورته لأبو العز ما كنا وصلنا لهون. لا مش صحيح هذا الحكي، لو ما انتم حرضتوني انا ما كنت فت هالفوت. روقونا شوي، المهم هلا في عنا مهمة بدها تتنفذ ب 48 ساعة. يا خي بوس ايدك يا ابن خالتي، قول لي كيف. أنا رح أقول لك إيه، بقرب لحالي بالسيارة وبفوت على بوابة الفيلا من قدام لحتى أعجقها هيك بقول لها الحراس، وأنتوا ما بتتحركوا من محلكم غير ما تسمعوني زمرت زمورين.
بتكرجوا انتوا يا حلوين على الفيلا من ورا وبتستطلعوا من وين بدنا نصور هيدا الموقف الغير لائق تبع الزلمه. طب وانت شو حتعمل مع الحراس؟ انا شو جاي اعمل هون؟ ما انا جاي لقليل الحراس والعجاء علي، شو بدك انت؟ المهم بس تسمعوني صرخت انا فل بدي فل كذا على العالي بتونوها. خير. مرحبا حبيب قلبي، سوري على الازعاج، بعرف الوقت مأخر بس حميت معي العربية، بدي اعبي هالجالون مي ممكن؟ شو رايك تنقلع من هون؟ مش احسن؟ شو بك الخي اللي عم تحكي لي بالطريقة بشغلتنا معك؟ قلت لك نقلع من هون. لا خيي ما رح نقلع من هون، رح روح من هون، بروح من هون. ها رح روح من هون خيي، احكي معي منيح من الاول، احكي معي هيك بروح، بس انقلع جرحتني ضايقتني فيها هيدي بصراحة. يلا يعطيكم العافية خيي، الله معكم، تصبحوا على خير. رح فل من هون، انا رح روح من هون. اوكي يلا رح روح رايح خيي، يلا باي رايح. بس هلا يا الصراحة أطيب طعمة فنجان شاي على الحطب، انسى. على أساس جايين نشرب شاي هون نحن. لا انت الصادق، جايين نلف حشيشه نحن هون. اسكتوا شوي ولو اسكتوا. واحد معي كمان انا. شباب في ضوء، في كذا سيارة شباب. يلا هيدا هو، يلا بين قوموا 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 ليه قوموا. شفتوا لينا؟ شفتوا؟ شو شافت؟ 5 نسوان. شو بتكون غير لائق أكتر من هيك؟ بس لو كان فينا نصوره حظ. طب يلا روحنا نروح. يلا لحظة، انتوا جبتوا الطيارة معكم؟ خلينا قاعدين. تفهملوش عم بخطط. انا هيك حسيت. مزار سمعت شي؟ قوم قوموا جيبوا الطيارة على السكت. بسرعة يلا جيبوا الطيارة معكم. قلبي لهون هون. على صعيد آخر، أعلن سميح العلولي سحب ترشحه من الانتخابات البرلمانية المقبلة، متنازلا بذلك عن مقعده لخصمه التقليدي أبو العز، مسببا ارتباكا كبيرا في تيار 29 شباط، خصوصا لجهة عدم توفر مرشح آخر بديل من داخل الكتلة النيابية يمكنه منافسة أبو العز في واحدة من أكثر الدوائر المضمونة أصواتها تاريخيا لسميح العلولي. أقول لك هالخبرية اللي علاقة بقصتنا؟ ذكية البنت. نوجا مش معقول انت، مش معقول شو ذكية. ما لها علاقة؟ لك اكيد لها علاقه. عم شو انسحب سميح من المجلس؟ يخرب بيته هذا الواطي طول عمره يتمنى انه هذا يروح من دربه. هلا نحن جينا على البرد نستريح شلنا له اياه. يعني ما حيطلع لنا شيء؟ مزبوط معها حق، كان لازم قبل ما نسلم الفيديو يعطينا محل سميح بالمجلس. واي مجلس هذا؟ مش عم يفتح المجلس لحتى تروح محله؟ كل واحد ياخذ $1000 بالشهر، هذا بيكون شيء كثير منيح. يعني ما بيطلع لنا شيء من هالتجرة؟ من هالتجرة خلاص. تصبح على خير، سلمنا الفيديو وخلصنا من القصة. بس إذا بدكم في يطلع لنا من غير تجرة.
يعني قصده نرجع نصوت سميح بوضع غير لائق مرة تانية. او نفتح على حسابنا مثلا. ايه شو ناقصنا؟ بس وين بدنا نفتح؟ اخو ما ولهذا احلى شيء بنعمله، نفتح حساب اونلاين، نعمل اعلان صغير بنعرض فيه خدماتنا، وهيك بنقبر الفقر. على صعيد آخر عم يعمل حركات غير اعتيادية. حاسس انه الماي عم تمشي من تحت جرايك. مقهورة ومغدورة يا أمورة. حاطط باسورد على تليفوناته، مش عم تقدري تفوتي على حساباته. ما يمكن يكون في حدا غيرك بحياته. حاسس انه الماي عم تمشي من تحت جرايك. مقهورة ومغدورة يا أمورة. حاطط باسورد على تليفوناته، مش عم تقدري تفوتي على حساباته. ما يمكن يكون في حدا غيرك بحياته. فجدي علي احلى ما يقولوا عنك فلتانة. ولا تصدقينا جربي الخيانة، والله بقمشك لو كنت بالخزانة. اثبت محلك. يمينك يمينك، روح يمينك على مهلك. في حجرة فوق شايفها؟ هيدي؟ ايه هيدي اطلع عليها وقف عليها. وقفت؟ وقفت. شو مشكلتك؟ بدي اتجوز. ايه بس عائلتي مش رضياني بالعروس، عم بتقولوا انه هي ما بتحبني وعم بيشككوا باخلاصها لإلي. معه حقك يا زلمه، وين بعد بتلاقي بهالايام بنت مخلصه؟ يا عمي انا مش هيك قصدي، انا واثق من حبها لإلي 100%، هي مخلصه البنت. لكن شو بدك فينا؟ بدي تفحصوا لي اياها. حدد اكثر، شو قصدك؟ كيف بدنا نفحص لك اياها يعني؟ انا قصدي انه تتاكدوا لي منها، يعني تتاكدوا لي من ماضيها، مع مين ظهرت، مع مين مشيت، مع مين كذا. انا بدي اتاكد انه ما في ولا لطخه سوداء بتاريخها. ايه هيدي مقدور عليها. 50% هلا و50% عند انتهاء المهمه. يارا 28 سنة، مواليد برج البلاجني، قصدي برج العذراء. يا عيني، هول مواليد برج العذراء ما في اقدر منهم. خلونا بالمهم هلا، كمل يا ابو طلال. نشأت وطلعت بمنطقة جبلية على ضفاف النهر. طب هاو شو بيفيدوا هاو؟ يا ريت لو بتخليني كفي. نشأت وطلعت بمنطقة جبلية على ضفاف النهر، وعندها مكتب هندسي متواضع. طبعا عايشة مع جدة وستة عمسال أمها وبيها ميتين. وما تقلي انه كان في شي بينك وبينها. 7 اشهر ضلينا مع بعض 7 اشهر. طب وليه تركتوا بعض؟ اكثر من هيك قديش بدها تدلع معي؟ عم قل لك 7 اشهر. بس انه يعني هال7 اشهر اكيد رحتوا جيتوا طلعتوا نزلتوا. مش كثير، لاني بنفس الوقت كنت مصاحب وحده وكانت كثير تغار علي. يارا كنت قبلانه بهالوضع؟ السلام عليكم. وعليك السلام. خير، مين حضرتك؟ ام نعيم ولا انا غلطان؟ ام نعيم، مين حضرتك؟ ما تذكرتيني؟ لا والله. يبقى خرفتي يا ام نعيم. مين خرف يا نعم ابوك ابن الكلب؟ رؤي انا جوز اخته لابو يارا، الله يرحمه الاثنين.
أرمل حضرتك؟ ارمل. بدي اسالك كم سؤال. تفضل خير. بتعرفيها لأميارة؟ أنا اللي بعرفها، الله يرحمها. أميارة كان عندها حركات يمين شمال. حرام عليك، ما بنعرف إلا كل خير عنها. يبقى أنا اللي خرفت، قصدي عن أختها. فريال يعني؟ هيدي هي فريال، شو بتعرفي عنها خبريني. قعدت خبرك تعال. طب ماشي بعدها لا أدخل. لا والله. لك والله بتعرف. لا هاي هوايات، خبريني عن فريال بقى. ملتقينا بالهلا؟ ما بعتقد، بس ما بعرف. مستحيل هيدا الوجه مش بسهوله بينتسى. اكيد ملتقيين قبل هلا، بس وين؟ هلا اذا بدك فينا هلا نلتقى. يعني انت حسب ذاكرتك وين معقول نكون التقينا؟ يعني بيت يارا صاحبتك من شهرين 3. يارا يارا صار لي مينيموم ما شفتها شي 7-8 اشهر. اف ما هي من لما انخطبت لهيدا شو اسمه خليل، ما عاد شافت حدا ولا حكيت مع حدا. بس اوعى يكون في زعل او شيء، مثل ما بقول المثل، الله لا يجيب الزعل بينك وبيني. هلا هيدا وجه بنت بتزعل حدا؟ مفروض لا، بس شو صار؟ هو الموضوع انه بالزمانات خيي مازن كان طالب ايدها وبده اياها، يعني هيك بفتكر، وشكلها هي مثل الهبله رايحه ومخبره خطيبها هيدا خليل، فشكله منعها تحكي معنا مشان هيك. مش عم تسال شيء، انت عارف انه في طريق لبيت جده ليارا اقرب من هيك، راحت متسيتها من الطريق البعيده، وانت عارف انه نحن بمشن، يعني الوقت مهم. يلا ما توقفش، مش عم زعلك على الدم، طول عمره بصير مال. عوافي تفضل ميت. بيبي رجعنا بالمهمة يا ريس، شفت ليارا؟ وهذا احلى قارم بوظه من بعد هالمطعم اللي اكلته. ليكي قولي لي، رفيقتك هيدي ريتا اللي بتشتغل بالبنك قالت انه اخوها كان مصاحبها ليارا. هي وخيها اكذب من بعضهم. قتل حاله مازن لحتى يارا تظهر معه، بس ما ظهرت، ما قبلت. طب وهذا اللي اجى من ايطاليا فادي كمان حط عينه على يارا، بس برضه ما قبلت. هلا كل هول تقدموا لها يا حبيبتي، ما قبلت ولا بواحد منهم. ايه ما قبلت. اصلا انت بعد ما بتعرفها منيح ليارا. مين هي يارا؟ مش معقولة هالبنت اللي اسمها يارا. شو هذا ولو؟ معقولة وصلت لهذا العمر وما عرفت حدا قبل خليل؟ يعني هذا اللي مخوفني. انت من ايش خايف؟ مش انه خايف يعني، هلا ليك مزبوط نحن ما لقطنا شيء على البنت، بس هذا ما بيعني ابدا انها بريئة. بفتكر نحن عملنا يلي علينا، بعت له هالتقرير لخليل ويصطفل منه لإلها. بشرفكم وبرحمة أمواتكم، التقرير عن يارا ببيض الوجه ولا لا؟ بياضه ناصع زيادة عن اللزوم، بيعمل بصر، بيبهر العيون وما بيخلي الواحد يشوف. انه معقولة ولو خليل ما بين معك انه اللي صفحتها هالقد بيضة بتكون يا هبلة يا كذابة؟ هلا بدك تقنعني انه بعد كل هالعمر مش بايس تمها الا امها؟ انه شو مفكرنا هبل نحن، يعني ما بنعرف جيل البنات اليوم. بس التقرير التقرير حكي بحكي، هلا صار وقت الفعل. واذا فايتة على طمع كون اكيد انه وقت اللي تحصل على اللي بتضايق منك رح تستك. وغمض عين فتح عين، بليلة ما فيها ضوء قمر بترجع على البيت بتلاقيها بغرفة نومك عم تاخدك مع شخص تاني. خلصوا له، عم بتزيدوها كتير، يارا منا من هالنوع من البنات. فإذا فحصلنا إياها. شو؟ اختبرها، جيب لها شي واحد ما بعرف أنا يتقرب منها أو يطلبها، بشرط بدنا يعني إنه يكون أحلى منك وأطول منك وأضعف منك. وإذا ما قبلت فيه وتمسكت فيك ساعتها فيها وما فيها. وإذا تركتك كرمال عيونه وفتلت عضلاته وشعرات صدره وسحبت بطاط اجرك بتكون عم تضحك عليك. كيف عم تضحك علي يعني؟ يعني هيك.
الو. شفتك ما لها معنى تخبي وجهك. شو في خير؟ ليه عم تدق فيديو؟ بدي منك تلاقي لي شاب اطول مني، انحف مني، احلى مني، ويكون شرط غني وابن عائله لحتى يطبق لي خطيبتي. قصدي يعمل لها تيست. تيست شو حبيب قلبي؟ ما يروح فكرك لبعيد. انا بدي اتاكد من شغله وحده، اذا يارا صح لها شاب غيري بتروح معه ولا لا. انت شو بدك بكل هاللعبه؟ هيدي اللعبه مش بايدي، بس انا مضطر العبها كرمال العيله. مجبور اثبت لهم انه يارا بتحبني ومنا فايته على طمع. ايه بس هيدي القصه منا هينه ها، يعني بدها دراسه فيها كتير خطوره وبتكلف. انت بس اثبت لي انها بتحبني ومخلصه لإلي وخذ اللي بدك اياه. بس من بعد اذنك خدمه كتير صغيره، ممكن تبعت لي صوره الشاب اللي بدك تستخدمه؟ مع اني بقول بليلك اياها، بس اذا مصر تكرم عينك. ايه مصر. المشكلة الوحيدة اللي ممكن نوقع فيها هي انه يارا تفشل بالاختبار وتقبل بالعريس الجديد اللي حنبعت لها اياه. اذا هيك روح انت. يخرب بيتك ما ابشعك، اكيد ما بتقبل فيك. بتكون للدغري انا بقول يارا بحترضى ولا عريس. حسيتها كثير بتحبه لخليل، ما يتبدا بديبه. تكون بعدها هيدي. شو بدك بهالحكي حبيبتي؟ هلا اذا اجاها واحد مواصفاته احسن من خليل رح تقول له لا؟ بس بكل الاحوال احنا ما فينا نلعب هاللعبه، الزلمه طالب يشوف صور العرسان. وين بدك تلاقي هول العرسان؟ طول ما في عملي حبيبه قلبي ما في شيء ما بيتلاقى، المهم تكون مواصفاته منيحه. في ولاد خالتي 4، ولاد عمتي 7، وانا واختي. خلص هلا مش الحال الا ما يطلع له واحد منيح. يلا فوت على الشغل. هيدي هي. وانت شو لك مصلحة تلعب مع هاللعبة؟ ما لي مصلحة ولا شيء. أنا في شاب صاحبي خواجة هيك ابن عائلة معه مصاري، حاببها بده يتجوزها، بده يعمل لها كم تيست ليتأكد منها، بتعرف هالأيام بتلاقي بنت آدمية بالهين يعني. فهمت عليك، مجرد تجربة. مجرد تجربة هيدي هي. من الآخر شو طلع لي من الموضوع؟ لا بيطلع لك قرشين حلوين، حلوين يعني. 500 هلا بتاخذهم كداون بيمنت، وفي لك 500 ثانيين في حال قبلت فيك. مثل عقلك ما تقبل فيي؟ مستحيل، لكن انا ليه جايبك؟ انت بتعرف قصتها البنت؟ خليني افهمك قصتها. هيدي مهندسه، بتفوت لعندها انت على المكتب على اساس عندك قصر، بتعرف انت بدك تعمل له ديكور. فوت بقى لعبها، بتعرف انت فهمان علي، نظره من هون نظره من هون، وقع لي اياها، جيب الاوكي خيي خذ 500 ثانيين. ديل؟ ديل حبيب قلبي، مبروك. بالخلص بدك ايه نعمل؟ ركب الانترنت فوق، وطي صوتك. شكرين نوقع الزهور. لو سمحت خيي، انا اهم شيء بهذا الموضوع انه الماي، وين المايك؟ هون. حطيته، انه هذا المايك خيي ما يبين عليه. ركز معه انت، ركز انت اهم شيء بس تقدم لي اياه وما تقدم لي اياهم هيك مثلا. تفضلي كذا لو سمحت، المهم ما يبين المايك، اوكي؟ اكزاكتلي، ما هم يبين المايك عشان ضروري بالمايك اذا بين يعني بيج فاكينج تايم. ابن خالتي وين بدك احط لك هاي؟ بونجور. تفضل. ثانك يو، بس ليه معذب حالك؟ معقول وردة مثلك ما نجيب لها باقة ورد؟ اهلا وسهلا فيك. عرفت انه عندك موضوع فرش وحابب تسلمنا البيت؟ هو مش بيت، قصر. القصور كمان بنسميها بيوت. كيف يعني؟ مش انت عم تسجل الصوت؟ بلا. طيب ما بتقدر تبثلي مباشر لحتى اتسمع؟ لا خيي ما بقدر، هلا بس ينزل من فوق بعت لك تسجيل، ومثل ما اتفقنا الاختبار بلش بالاذن منك. شو؟
شو الوضع؟ تعال اسمع هيك نشوف. طيب لوقت ما نخلص المخطط في سؤال على بالي اسالك اياه. تفضل. حضرتك مرتبطة؟ ايه مرتبطة. لا قصدي جديا ولا حكي؟ مسيو كريم بفتكر جاوبتك على السؤال. لا ما تفهميني غلط ابدا، بس بعدني واصل جديد من ايطاليا كنت عم نبش على عروس، فحسيت اني رح لاقيها هون. قصدك عن روز؟ مين روز؟ السكرتارية اللي استقبلتك على الباب. خطط الاستاذ كريم رح احلق لك اياهم على البورد. لا روز ما في داعي. الهيئة مسيو كريم اجى لعنا بالغلط. لا ابدا مش بالغلط. بلا مسيو كريم انت عم تفتش على مكتب تعارف يلاقي لك عروس، مش على مكتب هندسة. لا الصراحة مسيو كريم ما بقى عندي وقت للقصر تبعك، مو المعروف مع السلامة. ايه يلا حبيبي. شو الهبلة اللي بعتوني لعندها؟ ليش صار معك؟ شحطتني. بعرف، تعيش تاكل غيرها. في وحدة براسها عقل بترفضني؟ لا. شو مشان باقي المصاري؟ أي مصاري؟ لا إذا بتريد نحن اتفاقنا كان واضح، نحن قلنا إذا مشي حالها معك يعني طبقت معك. يعني إذا مشي حالها معك تاخذ مصاري، بس إذا ما مشي حالك شو بدي أدفع لك يعني بتاخذني بالكلمة؟ حبيبي كنتوا على أساس بعتيني عند وحدة طبيعية، مش وحدة خالصة بالمرة. ولا ايش اللي خلص فيها؟ سوري انت ما عرفتش تشدها. هي اللي خالصة ولا أنت اللي خالص؟ أنا ما عرفت. مثل ما عم خبرك قال من لحظة اللي فات فيها على المكتب واجت عينه بعيني ما بعرف شو حس. ييه عم تمزحي؟ شو هالمجنون هيدا؟ شو قلتي له؟ شو بدي اقول له يعني شحطه دغري، مش معقول شو سميك، بتعرف؟ من لحظة اللي فات فيها على المكتب ذكرني بابن جيراننا بالضيعة، اثنيناتهم اسمك من بعض. يعني لو ما ذكرك بابن جيرانك بالضيعة، شو كنت رح تعملي؟ لو مين ما كان يكون ولا ممكن فكر فيه للحظة، بتعرف ليش؟ ليش؟ لأنك معبي لي قلبي، مش تارك فيه ولا هالقد محل ينشغل بشي تاني غيرك. وشو قصدك؟ قصدي انه طالما العريس ذكرها بابن جيرانها اللي كانت تكرهه، معناته الاختبار منه مزبوط. هيدا رأي العيلة منه رأيي. شو يعني؟ يعني أنا برأيي نعيد الاختبار مع حدا ما بيشبه حدا كانت تكرهه هالقد، وصراحة مش مع حدا واحد بس. كم واحد يعني؟ 10. العيلة بدها 10. 10؟ لا مستحيل 10 كثير 10. يا أخي قطع واحد وباقي 9، وأنا قلت لك من قبل شو بدك مني، شو بتأمرني رح يوصل لك. يا أخي مش قصة نحن حاضرين هلا، أنت خيو حبيبي، بتعرف نحن صرنا هلا خلاص علاقة يعني، بس أنا كعصابي محترفة هيدا الوضع بيضرني بصراحة. بركي مثلا تاني واحد زبط خيي، تالت واحد عجبها، شو بعمل أنا؟ ما طلع لي شيء بالموضوع، يعني مخسرة معي العملية بصراحة. ما أنا لهيك رح غير معك الاتفاق. المكافأة رح توصل لك شو ما كانت النتيجة، منيح هيك؟ خلص يا خيي أكيد منيح، شو نحن بدنا نشارع أنا وياك؟ خلص ديل خيي ديل، خلص مثل ما بدك. الله معك حبيب قلبي. شفتوا ليه؟ شفت منه قرشين زيادة؟ بدك تعرف كيف بدك تلعبها. ابن خالتي بدي اسالك سؤال. ايه قول. لا انت منين بتجيب هذا الذكاء كله؟ خالتي الحياة بتعلمك شوي انت روق. حياة صعبة، علمتني كثير الحياة انا ابن خالتي. انا ابن خالتك ولا ماني ابن خالتك؟ مالك ساعة بتقول لي ابن خالتي وبقول لك ابن خالتي. ما خليتني بوسك قبل شوي. وين بدك تبوسني زلمة معنا على الكاميرا؟ بيك شيل راسك انت. خلص. عم تمزحي؟ معجب جديد؟ يا ريت معجبه بس، عريس تاني. اسمع الخبرية، قال من بعد ما سافر على أمريكا ضل مدري قد ايه عم بدور بس على طريقة يتواصل معي فيها، بس ما قدر. بتعرف حرام، زعلت عليه. شو قصدك؟ أنا قصدي إنه العريس الثالث المفروض يكون معجب فيها من زمان، وصحت له كثير فرص معها، بس ما ترك البلد وفل. وهالشي كرمالها. عم تمزحي؟ خير معقول يعني خفيف؟ ما هو مثل خيي. شو قصدك؟ لا عم تمزحي. والله. شو قصدك؟ لا عم تمزحي. والله. شو قصدك؟ لا عم تمزحي. والله. شو قصدك؟ ليك خليل، اوعى تفكر انه انا عم خبرك كل هالخبريات بس كرمال تستعجل بالعرس تبعنا، وحياتك هيك عم بيصير. لدرجة صرت كل ما اشوف شاب مقرب صوبي عم فكر اخذ التليفون وصور لك، انه مش معقول يلي عم بيصير. بدك للصراحة اوعى تفكرني كثير مبسوطة، ما في ولا واحد منهم بيقول للقلب طق. شو قصدك يعني؟
ليه كيف بيكون العريس اللي بيقول للقلب طق؟ اخي شو قصتك بتحور وبتدور وبتفتح لي نفس الموضوع؟ صرنا حاكيين 1000 مرة. الاتفاق بيناتنا كان انه تاني 500 بتاخدها في حال نجحت الخطة. ايه مزبوط، انت شايفها نجحت يعني؟ انه شحطوكم من المكتب ما تاخذني بهالكلمة. حبيبي انه على اساس بدي اعطيك مصاري، بتعرف انت خسرت معي العملية انا. حبيبي الله معك. اهلين اهلين، الله معك. اوكي. شو؟ بين معكم اللي بيقول للقلب طق؟ ليك الصراحة جربنا كتير بس طق قلبنا وما لقينا ولا عريس. انا من وجهه نظري المتواضعه بقول خليه يكون حدا من المجموعه، هيك بيعمل اللي بدنا اياه، ما بيعمل لنا مشاكل وبيوفر علينا مصاري. شكلك انت حابب تكون العريس العاشر. صاري بيعلقوا فيني دغري. ليش مش انا اللي بكون العريس العاشر طيب؟ لا انت ولا هو، رامي انت حتكون العريس العاشر. اكزاكتلي. لا حبيبي ما حزرت لا انت ولا هي. انا هيك لعبات ما بحب العبهم. ما بتحب تلعب هاللعبات ولا خايف من الخساره؟ فشرت اذا ابن خالتي بيخسر. خيي مش هيك، بس الموضوع بالنسبه لي خسران خسران. يعني كيف ما كانت النتيجه صار ماري عليها 9 عرسين ما قبلت بولا واحد، بدها تقبل فيي انا؟ شيلك عن هيدا كله، انا ما بحب احط حالي بهيك موقف. خيي طيب انا عندي اقتراح، شو رايكم نعمل قرعه والاسم اللي بيطلع هو بيكون العريس العاشر؟ ديفينتلي. اكيد لا. خيفان ما تخسر. فشرت اذا ابن خالتي بيخسر. الجمعة بكون المخطط جاهز خواجة عدنان. اوكي باي. الف مبروك يارا. ما كنت خبرتيني انك بلشتي تحضيرات العرس؟ لا بعد ما بلشنا، مش لحتى تجتمع عائلته لخليل قبل. كيف هالحكي؟ ومين هذا اللي عندي برا؟ بونجور. بونجور. راضي خليل من شركة منير، راضي منير من شركة ليالي بيروت لتنظيم الأعراس، بعتني الأستاذ خليل. تفضل. ما خبرني خليل. بركي حاب يعمل لك إياها مفاجأة؟ فيك تتصلي فيه إذا بتحبي، تأكدي. ايه اكيد هلا بدق له بقول له ثانك يو على السربريز الحلوه. مش كأنه معرض صوته شوي؟ مش معرض صوته شوي، ابن خالتي وبعرفه، بس يحكي بهالنبرة ابو طلال بيحكي بهالنبرة بيكون يعني بس تشوف البحة بقلب صوته بيكون عم يجرب يكون رومانسي. بعرف وقتي كثير مضغوط، مشان هيك ما راح ياخذ منه كثير، خصوصي انه معنا 3 شهور. كرمال هيك انا مستغربه ليه بعتك خليل من هلا. هو استاذ خليل بيعرف انه بروجرامنا شوي متنوع وبده كثير تدريبات، فالافضل نبلش قبل بوقت يعني. خليني اقول لك شيء مسيو راضي. مسيو راضي، رح احكيك بصراحه ومثل ما بقولوا من الاخر. اكيد. اوكي انا ما كثير بحب هالنوع من الحفلات. غريب، في بنت ما بتحب تفرح ليلة عرسها؟ لا مش هيك، اكيد بحب احتفال وافرح، بس قصدي انه مثل ما بتعرف الحفلات عم بتصير للمعازيم مش للعرسان. بس انه استاذ خليل شخصية كثير معروفة ومن عائلة كثير معروفة وكل البلد بتمنى تحضر عرسه. كرمال هيك رح امشي معك ومع خليل مثل ما بده، ما رح زعله. منبلش بالبرزنتيشن؟ لا سوري ما فيي اليوم، عندي تسليم مخطط ضروري، بس اذا بدك نتفق على موعد ثاني. اكيد. اوكي خلينا نشوف السكادجول. تفضلي. شو طمنوني؟ اخذتوا صوت واضح؟ هو الصوت واضح بس اللي مش واضح انت ليه هيك عملت؟ شو عملت انا؟ ما هي المشكلة انك ما عملت شيء اساسا. وليا مش على اساس تفتح بالموضوع. يا خيي بنت مشغولة، خلص عطني موعد جمعة الجاي بقى معي وقت فتحها. شو بكون بعد ما اعرف عليها اول مرة بشوفها هوب طب هيك بدي اخبرها اني معجب فيكي. يلا مظهر زي سوق خلينا نمشي. امرو ابن خالتي لا تزعل مني بس ماني عارفين شو هي المشكلة. المشكلة انه هالمخلوقة كل ما كانت ترفض عريس كل ما كنت انبسط اكثر يا زلمة. اكيد بدك تنبسط اكثر، مين ما بحب المصاري؟ مش قصة مصاري هلا. لكن قصة ايش؟ بدك تضحك علي. يا عيب شو معناك انا؟ خلص هلا خلص. اخي ما بعرف. بحسها عم تاخذني بطاري من نسرين.
هاي بعدني هلا فاتحه اللابتوب عم شوف الصور يلي بعثت لي اياهم. سوري كنت عن جد كثير مشغوله. ولا يهمك. المهم في شيء عجبك؟ الصراحه لهلا لا، عم فتش على شيء يكون سامبله حلو بذات الوقت. ما بعرف، محتاره بين هيدا وهيدا. شو رايك؟ والله السؤال صعب كثير. مع انه شغلتك هالشغله. انه ايه بالعاده نحن بننصح العروس شو بدها تلبس، بس معك انت بحس انك رح تحلي اي فستان تلبسيه. ثانك يو، كلك ذوق. اوكي خلينا كان نستقر على هيدا الفستان. حلو هيدا. طيب في موضوع كثير ضروري احكي فيه انا وياكي، موضوع اللوكيشن. بتعرفي كل انسان بليله عرسه بيبقى بيحلم انه يكون بجو معين بمكان معين. هي القصه لو بترجع لي بعملها عنا بالضيعه حد النبعه، هيدا اكثر محل بحبه بالعالم. بس هيك صعبتيه علي كثير، انا ما قصدي هيك، قصدي قصر بالجبل بشي منتجع على البحر. ما بعرف، خلص يلي بنقيه خليله، انا موافقه. اوكي. وبالنسبه للسياره، في موديل معين، سياره معينه بتحبيها تطلعي فيها ليله عرسي؟ ما في عندكم احصنه؟ احصنه؟ تركبي خيل؟ انا ربيت على ظهر حصان جدي عنا بالضيعه. اول مره كنت بطلع على الحصان كان عمري 6 سنين. ستة ساعدتني طلعتني عن جدي على الحصان. هي كانت كثير خايفه، انا كنت عامله حالي انه انا قويه ومش خايفه، بس قلبي كان كثير عم بدق. ما حدا يسألني شو عم يصير معي، لأني أنا نفسي ماني عارف. كثير صعب هذا الشيء اللي عم نعمله، منه هين. يمكن هين على اللي ما بيعرفها، بس أنا هلأ صرت أعرفها. كل مرة بجي لخبرها ما بعرف، هيك بغير رأيي، مش إنه خايف أو شيء، بس ما بعرف، بحس حالي كثير رح أظهر قدامها. رامي، انت معجب فيها عن جد ما هيك؟ لا، ايه مش يعني معجب فيها مش بشكل شخصي، انه اي بنت عندها المواصفات والقد وفيه لحبيبها، اي انسان بينعجب فيها. يعني فينا نقول انه انت خايفين تخسرها؟ 100%. هي انا خايفين اخسرها كصديقه مش اكثر من هيك يعني. هلا بنفهم انه انت خايف تخسرها، بس كمان في زبون واذا زعل ببطل يدفع. يعني بيروح كل تعبنا ديعان؟ ما تعتلوا يا زبون، انا بكره بقعد معه بخليه يشيل فكره العريس العاشر كلها من راسه. خلص علي. ليك رامي، القصة منا على رأيي ولا على رأيك، هيك العيلة بدها، وأنا صراحة بطل فيي أنطر، فإذا العمول معروف احسم لي هذا الموضوع، ويكون بعلمك هيدي آخر فرصة بعطيكم إياها، وإذا ما مشي الحال بدي أشوف عصابة تانية تكفي المهمة. وعلى فكرة أنا رح أقول ليارا إنه بدكم تشوفوا القصر تبع العرس. ما قلت لكم ما رح يقتنع؟ يعني من بعد ما وصلت اللقمه للتام معقول نبزقها؟ المشكلة انه رامي خايف تقبل فيه لانه حتخيب له ظنه فيها، وبنفس الوقت خايف ترفضه لانه حتجرحه، مش عارف شو بده يعمل. حبيبي رامي متأكد 100% انه هي ما بدها اياه، بس بنفس الوقت هذه هي البنت حلم حياته، يعني هو بحب هاي التركيبة من البنات، ما رح يرضى يلعب هاللعبة. اخت اللي عم يكذب عليك بحارف، اذا بعطيه سيجاره حشيش وحده وانت فوقيه هيدي الغنيتين تبعك هو بالانجليزي، بيتين شعر من ابو طلال وبيقول لها بحبك.
شفتك تأخرت، قلت بعمل تيست على حسان. قصدك من حصان ملا وبره. ليه ما اجى معك مسيو خليل؟ هو كان المفروض انه يجي بس جد عليه شغل ضروري. اخر لحظة. خذوا لجوا هيدا اسطبل. خدي خاي خدي خاي تعال. خدي خاي تعال تعال. دخلك ليه بيحكي هيك؟ هيدا مدرب جديد جايبينه من المكسيك. اوكي. كثير شاطر. على فكرة مش كنا عم نحكي، إذا قبل مسيو خليل إنه يطلع على الحصان الأسود مع الساوند افكتس اللي محضرين لكم إياهم، شغلة كبيرة حيطلع روعة على المشهد. الا اذا طلع خليل ما بيركب على الخيل، ساعتها مضطرين نلغي الفكرة كلها. حرام عليكي، تعقدي طالعة فوتك على الحصان، يعني الفكرة يعني أكثر شيء إذا هو ما بده خليه ينطريك بتفوتي على الحصان بينزلك هو. ايه بس مش مفروض هو العريس اللي يجي على الفرس؟ إنه المفروض. أكثر شيء ما زبطت نعملها هون، شو رأيك؟ واو كتير حلو، قد ايه رح تطلع حلوة فوتتنا من هون؟ قصدي أنا وخليل. أكيد، هلا مع إضاءة ومع أجواء تطلع روعة، بس يمكن يكون في تغيير بسيط. ايه شو هو؟ إنه أنا رح كون حدك مش خليل. شو قصدك؟ قصدي إنه أنا رح كون العريس. سوري؟ إيه أنا العريس. أنت فايتة على ظهر الفرس، تخيلت حالي على الحصان اللي حدك، مسكين ايدين بعض والورود عم تنزل علينا والموسيقى عم تهز الارض تحت رجلينا. قدرت تشوف حدا من المعازيم، تخيلت حدا غير انا وانت. اصلا مش ضروري يكون في حدا غيرنا، ما هيك؟ مسيو رادي معك. ما قلت لي ما بتطلع حلوة فوتتنا من هون؟ اكيد مع الاضاءه مع الاجواء تطلع روعه. اكثر شيء كمان اذا ما زبطت نزلكم بالطياره، في مشكله يعني. طيارة؟ ايه طياره، ليش لا طياره. لا صراحة بيني وبينك ما بطيق هالقصص، أنا كتير شو اوف، بس إنه إذا خليل بيحب أوكي ما عندي مشكلة. اكيد حيحب، ما بحب الطياره، انا بتمنى انزل بطياره. بعدين انه ليه انت اللي بدك تقدمي تنازلات؟ عادة العريس هو بيقدم تنازلات حتى العروس تكون مبسوطة، هذا اللي بعرفه يعني. بس أنا ما بسميها تنازلات، إنه بالحب ما بحس في هيك شيء، عرفت؟ أنا إذا بعمل شيء خليل بكون مبسوط، أنا كمان بكون مبسوطة. والله يا ريت كل العرسان مثلك، شو كانت بتهون علينا هالمصلحة. هاي بليز إذا بتحبوا تتفضلوا، أنا جهزت لكم قعدتكم فوق. أكلنا. مزبوط، أنا ما سألتك قبل رادي، أنت مجوز؟ أنا لا، بعدني أعزب تحت نصيبي مثل ما بيقولوا. بس عم دور على بنت الحلال. عم تفتش عليها يعني ضاعت منك ولا من الأساس ما لقيتها؟ لا أنا لقيتها شي 100 مرة، بس كل مرة كنت فكر إنه هيدي هي، تطلع مش هي، ففيك تقولي إني ما لقيتها يعني. هي مصاحة تشرط على حالك. مش قصة مصعب الشوط على حالي، بس أوقات. طيب في موضوع كتير ضروري أحكي فيه أنا وياك. هات لنشوف. بتعرفي بحكم مهنتي قد ايه بشوف عرسان أنا كتير. يمكن أكثر حدا بشوفه بحب عروسته هو مسيو خليل. عن جد عم تحكي؟ عن جد. بس مش ضروري هو يعني يكون أكثر حدا بيحبك بهالدنيا. كيف يعني؟ يعني معقول كتير يكون في حدا بيحبك أكثر منه. مين معقول يكون هالحدا؟ أنا. مسيو رادي؟ نعم. شو الشيء اللي كان بدك تقول لي إياه؟ عدد المعازيم. أنا كتير لازم حتى أقدر أكمل البروجي مظبوط، كون مرتاح. بتعرف أنت قد إيه بدك تعزمي ناس؟ ممكن تقولي لي 20 شخص 300 شخص، بتفرقوا كتير بالشغل معي. طيب صار في كتير اشياء معلقة، بعتقد لازم نعمل قعدة أنا وأنت وخليل ونقرر كل شيء. أكيد وقت ما أنتوا بدكم. أوكي أنا بحكي خليل ونعمل قعدة جمعة الجاي. أوكي يا أهلا وسهلا. مسيو رادي ثانك يو كتير. ولو باي باي. باي باي.
انا بقول ما حدا يساله ليش ما فتح بالموضوع. وانا رايي من رايك. مش على كيفكم الشغله، انا ماني مستعد بلش بعريس جديد لخطيبتي. مسيو خليل هي بس المشكله انه المشكله انه انتوا طلعتوا مش محترفين، اعتبروا الاتفاق بيناتنا انتهى. استاذ خليل، اذا بتريد زيت الزرايط طعم عشان نحط النقط على حروف، تفضل. كيف يعني؟ نحن حرصا مؤمنا منا على سلامة علاقة انت وخطيبتك، قررنا نغير العريس يا استاذ. شو؟ يعني صراحة مسيو خليل نحن حسينا انه العريس العاشر إذا صرح لخطيبتك وأبدأ إعجابه فيها بيجوز بيجوز تتجاوب معه. ليه شو اللي حسسكم هيك؟ شو صار بيناتهم؟ فهموني خبروني. ما صار شيء بيناتهم. لا بس لا يعني كمان ما فينا نقول انه صار شيء بيناتهم. ليك من الاخر رامي اعجب فيها عن جد مش عن تمثيل. شو؟ ايوه. وهي؟ هي مش بالوارد انه يصير هذا الشغل كله، يعني كانوا عم يطلعوا ببعض، صار في نظرات، يعني بيطلعوا شوي ببعض، بيصفنوا ببعض شوي، بس من الاخر يعني شو بده يصير؟ القرار عندك، يا بتقول لنا كفوا بهيدا العريس يا بنغير العريس، اتس اب تو يو. بس نحن قلنا نحن شو بدنا بالفوته؟ كيف تعملوا هيك؟ كيف بتخلوه يشك فيها؟ ما هو بالأساس إذا ما شكك فيها ما كان عمل الاختبار من أصله. مش هو، أهله اللي شاكين فيها. فيك تروق شوي، إذا وافق نجيب عريس تاني بيكون مش الحال. وفرضا ما وافق، أنت مستعد؟ يعني أنا برأيي صار لازم تتخلى عن كبريائك وتروح تخبرها كل شيء ونخلص بقى من المشكلة. كبريائي؟ هلا كبريائي أنا صار المشكلة؟ لكن وين المشكلة؟ المشكلة بكل اللي عم نعمله. كل اللي عم نعمله عيب. اللعبة ما كانت لعبتك، الفكرة ما كانت فكرتك أنت. بعدين مش أول مرة بنلعب هاللعبة نحن. بس يمكن أول مرة بنلعبها مع حدا ما بيستاهل. ليش شو عرفك إنه كل يلي عملناه معهم قبل كانوا بيستاهلوا ها؟ رح خبرك. الفرق بين كل البنات اللي عرفتهم قبل وبين يارا إني حبيتها. أنا ما بعرفها للبنت. توقعت إنها تفشل من أول اختبار، يا أخي مش الأول، الثاني، الثالث، الرابع. بس مع كل مرة كانت ترفض فيها. كنت أحس بسعادة غريبة. إنه إيه؟ إنه إيه يا الله، مش كل البنات متنسرين. بعد في بنات هيك بهالأيام، بنت ما بترف عينها على شيء، لا بتغريها سيارة ولا قصر ولا فيلا ولا شيء. بعد في بنت بتحب عن جد، فكروا فيها. بلشت احسده لخليل، ولا ما حس اتخيل حالي محله. بعرف انه مش الي وبلام بهذا الشيء، بس اني امثل عليها دور انا عايشه عن جد. اني كذب عليها باحاسيس ومشاعر انا عم حسها. اني ارمي اول حب حقيقي حسيته بحقيقي واستبده بكذب، ما رح اعملها. اوكي، ويمكن غير هالمره ما يصح لي اني بحبك، بس اذا اجى هيدا النهار هيك بدي اقولها، انا بحبك يا رب. شفتوا كيف؟ يعني عجزت يا خليل؟ لا لا ابدا ما عجزت ابدا، بس انا قلت لحالي 9 اختبارات بقده بلا العاشر. هلا وقفت عندك عند العاشر؟ اللي رفضت 9 بترفض العاشر. وبركي هي من النوع يلي بياكل ال9 ليتعمل 10. شو قصدك؟ قصدها انه لحد هلا كل العروض اللي مرقت فيهم كانت لعب بلعب. وهيدا اول عرض معقول يكون جد يا خليل؟ شو يعني؟ يعني هيدا هو الاختبار الحقيقي، إذا ما نجحت فيه ما رح نقدر نعطيك الإذن، فخلصنا واعمله لتتجوزها وتريحنا وترتاح. رامي رح يكون العريس العاشر. ايه رامي رح يكون العريس العاشر، هو اللي رح يكون الاختبار الحقيقي. بتعرفوا ليش؟ لا ليش؟ لأنه العرسان اللي بعتناهم بالأول
كانوا عم بيمثلوا على يارا، عم بيلعبوا دور الحبيب والعشيق، بينما رامي بحبها عن جد ليارا ومعجب فيها كمان، وهو اللي رح يكون الاختبار الحقيقي. يعني رح يقول لها اللي بقلبه طبعا، ورح يحكيها مثل ما عم بحس، وعن جد هيك رح يختبرها. مش مزبوط؟ انا بعتذر منك جد بلا موعد. ما بيأثر، بس خير في شيء؟ ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، بس جد علي شغل كثير ضروري ومضطر سافر، يعني ما رح اقدر اكمل معكم. لا قولوا رح تزعلنا هيك. مش بايدي، الظروف احكام مثل ما بيقولوا. خبرته لخليل؟ لا بصراحه مستحي منه. يا ريت بتشيليه عني وبتخبريه انت، بتبلغيه تحياتي وبتقولي له راضي، حبك كثير وبتمنى لك كل التوفيق. دوماج عن جد انه محضرين لك كل شيء، وكان عبالي انت بنفسك تشرف على العرس. ما تعتلي هم، مسيو خليل اكيد رح يلاقي حدا مناسب اكثر مني. ايه بس انت وعدتنا. يا ريت كان فيني ابقى على وعدي. طب انه ما فيك تأجل السفرة بس شوي لبعد عرسنا؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. بعتذر مني كثير، الهيئة ما في نصيب. لازم على فكرة خليل حدا كثير منيح وبحبك كثير، حافظي عليه. باي. مسيو راضي، كيف بدك تقلي شي غير؟ كنت حابب اقول لك انه البنات اللي مثلك صاروا عندي كثير نادرة بهالايام، فبليز ضلي هيك. هذا ما عم بيرد، كل مرة بحطها بنفس الموقف بنفس الموقف. المشكلة ما بقى في وقت، إذا ما اليوم انعمل الاختبار الزلمة رح يبطل. تفضلوا لقوا لنا مخرج يا الموضوع، لقوا لنا حل. صارت لك معي نقف الدين شغلة بالغلط، بس ما بعرف كيف بدنا نستفيد منها لهالشغلة. انت كل مرة بيصير معك هيك شغلات، هديك المرة رحت صورته لأبو العز هو عشيقته بالغلط، خربت لنا عيشتنا زفت بعدها لهلا من وراك. معك حق، بس هاي النقفة وحيط الله غير. يا خيي انتوا الله الجوهرة وبقى للبحصة، شو الموضوع؟ فوت دغري. تتذكر رامي وقتها زعل لما حكينا عن مشاعره قدام خليل؟ سجلت كل شيء حاكي. تنفع؟ لا. شو يعني؟ يعني الا ما يرجع يفتح لنا هيدي النغمه القديمه تبعت هالبنت بتستاهل وهالبنت ما بتستاهل. بنسمع هذا التسجيل ليارا، بيعترفوا وبيحبوا لها، هيك بنصيب 3 عصافير بحجر واحد. هيك بتكون طبشت رامي بحياته وفقشت راس عصفور واحد اللي هو رامي. بس نحن اتفقنا معه على كل التفاصيل وانتهى الموضوع. اخذ منك مصاري يعني؟ مش مشان المصاري، بس انه معظم الترتيبات صارت بينك وبينه، ما رح اعرفك على حدا تاني هلا يلبكك. ما تعتل هم، لا لبكي ولا شيء، حرام الهيئة عن جد مضطر على السفرة. وانت كأنك متعاطفة معه؟ شو القصة يارا؟ قصة شو خليل؟ شاب كتير محترم ومهذب، وعم بيجرب يعمل كل التجهيزات كرمال عرسنا. ما أنا كرمال هيك مصر نكفي معه. عن إذنك 5 دقايق، خليني أشوف شو القصة. ألو، في افهم كيف رامي بيروح لعند يارا بيعتذر منه وبيقول لها إنه مسافر بودعها؟ طبعا مسيو خليل، فيك تفهم اصلا، حقك انه تفهم، الطبيعي حقه الطبيعي انه يفهم، بس مسيو ابو طلال هو اللي رح يشرح لك. يا سيد خليل، اول شيء عم بحكيك انا هلا بموضوعيه ورجال لرجال، لغه ومسرحيات معهم حق يعني، بس انت شو بدك بالضبط عمشان حلي انا؟ بدي اياه يعترف لها بحبه. هو هذا اللي حيصير بحسب قلبها انت صيبه، هو رامي اللي حيعترف لها، انت اطلع من الموضوع وتخلص نعرف نشتغل بس. ماشي، بس مثل ما نبهتكم وكان الاتفاق، إذا ما سمعت التسجيل بيديني مش رح أعترف بالنتيجة. معكم نص ساعة وبتكون رجعت على المكتب، تصرفوا. خلص انت مثل ما انت عم بتقول، اذا مش اذنك بعد نص ساعه كنت بالمكتب سمعت النتيجه نحن حنتصرف، انت اطلع من الموضوع، شكرا.
وراي على المحل دغري دغري. يارا يارا يا عمي هذا رامي عم يدق لي. ليكون غير رأيه. لا دخيلكم هلا بينزل لنا الطبخه. ما ترد عليه. ما جربت تحكيها على الموبايل؟ اوكي. هيها وصلت. مسيو خليل معي على الخط. ما لحقت خبرها انك على الخط، يلا دقيقتين وبخليها تحكيك. انتبهي. هالمرة القصة ما فيها ولا غلطة، مفهوم؟ اوكي. ما بتسلميها اعتراف رامي قبل ما نتأكد انه الصوت وصلنا وعم نسجل كل شيء. اوكي. هاي الميكروفون هون، يلا طيري. روز بليز اتركيني لحالي. طيب حبيبتي طيب، بس مشغول بالي عليكي، بدي اطمن، صاير معك شيء؟ في شيء؟ هاي بونجور. بونجور. المهندسة يارا موجودة فيها؟ موجودة بس مشغولة. وين نوقا؟ خذ اسمع. عندك موعد معها اليوم؟ لا الصراحة لا ما عندي موعد معها، بس بدي اشوفها، موضوع ضروري. بدك تسمحي لي، بدي اعتذر منك وبالذات اليوم. إذا عندك شيء ضروري بتحبي تخبريها إياه قولي لي وأنا بوصل لها. طب إذا عندها حدا بنطرها يعني ما عندي مشكل، بنطر قد ما بدك، بس ضروري أشوفها، الموضوع مصيري. مصيري؟ كيف يعني مصيري؟ لها معي رسالة وضروري تشوفها وتسمعها. طيب أنا برأيي تبعتي لها إياها واتساب وبس توصلها بتسمعها، وهلأ بدي أعتذر منك لأنه مشغول كتير. طيب أوكي، حأترك لي بوكيت الورد هون. ميرسي. أوروار. باي. شو عم تعمل هالهبله فوق؟ هي اجت مشان الاختبار، انت شو عم تعمل هون؟ بعت لي مسج كريم قال لي جاي يفضح الدنيا هون عند يارا. بيعملها ولا اقول لك بس حكي؟ ما بعرف انت شو قولك بيعملها؟ انا عم اقول لك بيعملها. وليه مأكد يعني؟ شفته قبل شوي طالع من هون على المكتب. خليك هون، اوعى تطلع. رامي لحظة. انا شو عملت يعني لحتى عصب هالقد علي؟ نوغا شفتي كريم عند يارا؟ ليش عم يعمل هون كريم؟ أو لك مشان هيك يارا ما فتحت لي باب المكتب، لك لو رحت ادخل عندي أنت كمان. هي لوين طاحش أنت التاني؟ يارا كانت عندي بالبيت بتصور، سمعت الحديث اللي صار بيني وبينكم، قولوا له لرامي يوقف الاختبار فورا. اتس تو ليت يا برو. كريم صار عنده باب المكتب. مين كريم؟ العريس رقم 1. نعم؟ بدي اشوف الست يارا، في لعبة عم تلعب عليها ولازم تعرف مين. شو قصتكم اليوم؟ شي رسايل وشي ألعاب، شو في؟ في معي معلومات حقهم $1000، بهمك تعرفيهم بدك تدفعيهم هلا، ما بهمك بعتقد الست يارا لها مصلحة فيهم. اوعى تدفعي له يارا، اوعى تدفعي له. خير. تذكرتيني؟
انا اللي جيت لعندك ايه تذكرتك، شو بدك؟ في لعبة عم تنلعب عليكي، إذا بهمك تعرفي مين بدك تدفعي حقها. دفعت ومشي الحال. لا 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 ما تقوليها. راح كل شيء، راح كل شيء، راح المصاري. بس أنا ما وصلني شيء. مش لإلك. لمين لكن؟ لا يلي لازم ادفع له، هلا اطلع لبرا. إنه معقول في لعبة عم تنلعب عليكي، ما بهمك تعرفي مين؟ $500 هلا بقول لك إياها. عم قل لك اطلع لبرا. 350 هلا بقى. قلت لك اطلع لبرا. واطي وسع رخيص. في سوء تفاهم، لازم يتوضح. لا ما في سوء تفاهم، أنا مأكدة 100%. بس انه مسيو خليل بالاخر انه شاب مثل كل هالشباب، وانت ما تصدقي كل شيء بتسمعيه. أنا ما سمعت، أنا شفت بعيني. شو شفتي؟ اليوم خليل كان ناسي اللابتوب تبعه مفتوح. قربت بدي أحط تليفوني على الشارجر، لاقي كل صور العرسان والعشاق اللي كانوا عم يتقدموا لي. لا مش بس هيك، تحت كل صورة في رقم. تخيل، كان عم بيجربني كل الوقت، ما بيوثق فيي. عامل مني فارق تجارب، ما بعرف عم يلعب فيي وبإحساسي ومشاعري. أنا كل الوقت عم أقول ليه عم بأجل العرس، ما عم بفهم. بس بالنهاية انت بتعرفي انه خليل قلبه قلب طفل صغير. بتعرف انه انا الشيء الوحيد يلي حبيته بخليل هو الطفل يلي جواته. طلع ولد مأذي غبي وكذاب كمان. أنا بعرف إنه وضعك ما بيسمح، إنك مش قادرة تتحملي أكتر، بس أنا كمان بطل فيني أتحمل. شو يعني؟ أنا آخر إنسان بيستحق إنك تبكي على كتفه بهيك لحظة. في أشياء كتير بعدك ما بتعرفيها ولازم تعرفيها، وبدي اياكي تتأكدي إني عم خبرك إياها بس لأنك بتستحقي تعرفي. أعرف شو؟ إني شريك خليل بكل هيدي اللعبة. شو قصدك؟ إنك كنت بتعرف؟ أنا اللي ركبت كل هالتركيبة، أنا اللي كنت أحكي لعرسان واحد واحد، كلمة كلمة علمتن شو يحكوكي. بس حابة تعرفي أكتر من هيك. أنا اللي كان مفروض يكون العريس العاشر. معك حق تستغربي، صدقيني كل هالقصة صارت بالغلط، وإذا حابة تعرفي رفضت إني أكون العريس العاشر لحتى أخبرك. منك حابة تعرفي فيك تنهي الموضوع هلا. خلينا ننهي الموضوع. روح بليز. ما مبين جاي من هذا البنك. خش على ورا. ايه ما عم بسمع شيء. ما هذا اللي مجنني. بس بقى قالكم ما معقول يكون راح رامي. انا بقول ترك لبنان وراح على دولة تانية. أي دولة تانية بده يروح عليها ولا فيزا ما معه؟ هذا باسبور ما معه. لا تضحي بدها فيزا؟ لك شو عم تعمل انت هون؟ عم فتش على المفتاح. طلع فيني، معقول يكون راح ضايع لعندكم؟ إذا أردتم العثور على رامي فعلينا البدء من عند يارا.
ابو طلال كيف قلت لها الجمله بالفصحى؟ كثير طلعت حلوه منك. ثانك يو. ايه خلص بقى، تعال انت وياه بركي بنلاقيه عند يارا بالمكتب. ابو طلال طول الوقت بقول عن حالي انه انا الذكي وانت الغشيم. هالمره طلعت انه انا الغشيم، شو بده يكون عم يعمل جوا يعني؟ ما له شاطر. اصلا واضحه يعني مش جوا، واضحه مبينه. وهذا اللي كنا عم نقول لك يا خليل، انه رح يجي يوم وتتركك. بس هي ما تركتني لانه لتروح مع حدا تاني. هي تركتني لانه انا ما بستاهلها. تركتني لانه ما وثقت فيها. تركتني من تحت راسكم انتو. وانت الصادق من تحت راسك. اذا بتريدوا ما بدي اشوف حدا منكم. بس يا خليل نحن ما خصنا، انت كنت كل ما تشك فيها تبعت ورانا. طلعوا من هون، طلعوا من هون، ما بدي اشوف حدا منكم. من هون؟ من وين؟ من الصالون. مين قال نحن بالصالون؟ نحن جوات راسك. طلعنا من راسك دغري بنطلع. طلعوا من راسي، 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 طلعوا من راسي. هاي يارا، نحن اصحابه لرامي، بس صار له فتره مختفي. بتعرفي شو هو وين؟ بس مين رامية؟ لا هي قصدها راضي مش رامي. ليه بدي أكون بعرف شي عنه لراضي أنا مثلا؟ قلنا لحالنا انه بركي يتواصل معك بعد اللي صار، اكيد بيكون دقلك ولا لا؟ ليه أنتوا أصلا شو عرفكن شو صار؟ ما نحن اصحابه لرامي، يعني زملائه بالعمل. شو هالأصحاب؟ هيدي عصابة هي. يارا دومازيل يارا، يمكن معك حق باللي انت عم بتقوليه، بس انه ما فكرتي ليه رامي اجى اعتذر منك؟ ما فكرتي ليه وقف شغله العرس كلياتها؟ بلا، أنا بقول اجته شي نصبة تانية، أكيد مطلع مصاري أكتر. لا والله العظيم، انت الصادق حبك وانغرم فيكي وحس انه ما بتستاهلي كل اللي صار. لعلمك انت كثير حلوه، بس خلينا بموضوعنا هلا. رامي اكثر واحد مجرب يوقف هيدي اللعبه، بس خطيبك اللي ما قبل. مالك علي يمين تحلفيني انه جرب مره واثنين وثلاثه انه حد تاني يلعب اللعبه هيدي غيره يكون العريس العاشر، بس خطيبك انت خليل ما قبل. وعلى فكره واحد غيره كان كمل اللعبه كلياتها، فيها مصاري كثير منيح. انا بفهم تكوني زعلانه من الكل، من خليل ومنا، الا رامي اللي هو كان عم يجرب يوقف اللعبه كل شيء. يا حبيبتي ليش تعملي هيك؟ طيب ما انا عم اقول لك هو كان عم يلعب هاي اللعبه كلها، بس عرف بس وصل لعندك وقف. ولو نصاب ما كان اعتذر منك، ولو تركتيه يكفي خبريته كنت وصلت لغير شيء كليا بالنتيجه. بكفيني صور العرسان التسعة يلي شفتن على اللابتوب تبع خليل. بقيان العاشر يلي هو راضي هو ما اسمه راضي، اسمه رامي. رامي مين بيكون؟ يلي بيكون انا ابن خالته. وبتعرفيه كثير منيح، بس انت ما اعطيتيه مجال انه يشرح لك وتسمعي له. والدليل على حديثنا اكبر برهان انه هلا اذا بدك بسمعك كل شيء تسجيلات منه على الواتساب. بدك تحليها بدك تحليها خلي كل قدر على بيته. يارا شو قلتي؟ وليه؟ طلع عليكي شوفني جيبني عندك على البيت لهون نحن. شوف خلص انا بقول هيدي الابتسامه اكلت، قصدي رضيت يعني قبلت. انا مش مشكلتي اني خسرت امي وستي وخالتي بحادث سياره واحد. انا مشكلتي انه انا اللي كنت عم سوق، انا اللي قتلتهم، عرفت روق بالك يا خليل. انت ما إلك ذنب، انت بوقتها كنت سكران، مش بايدك ولا بقصدك.
أنا اليوم عبد مأمور، شو بتقول لي نوجا بعمل؟ بتقول لي روح يمين بروح يمين، روح شمال بروح شمال. ايه خليك دغري لكان. شافت؟ شو شفت؟ ولا انا صرت بارم نص لبنان، وان شاء الله يكون محرز المشوار الجوار اللي اكلها الله بيعلم، بس فهمني شو في براسها هاي البنت، بس بدي اعرف شو في براسها. فهمني بس. شو في ولو خيي؟ 3 ساعات سواقه. شوف من في وراك. يارا شو عم تعملي هون؟ انت يلي شو عم تعمل هون؟ انا عيد ميلاد مظهر. فجيبوني لهون على اساس عاملين له سربريز. ما لقيته الا ضيعة تحتفلوا فيها؟ لا وهون كمان؟ معك حق، بس اكيد ماني جاي اتطفل عليكي. عن جد كان عيد ميلاد مظهر. anyway بعتذر منك بالاذن. لما اعترفت لي بقصة خليل مش كان في شي تاني بدك تقول لي اياه؟ مزبوط، بس انت بوقتها ما كان بدك تسمعي. انا ما كنت قادرة اسمع شي قبل، بس فيك تخبرني اياه هلا، الا اذا نسيته. اكيد ما نسيت، بس ما بعرف بعد كل هالوقت اذا رح اعرف اقوله. عم بسمعك. هل في بنت بتحب عن جد؟ فكروا فيها. بلشت احسده لخليل، ولا ما حسيت تخيل حالي محله. بعرف انه مش الي وبلين بهيدا الشيء، بس اني امثل عليها دور انا عايشه عن جد. اني كذب عليها باحاسيس ومشاعر انا عم حسها. اني ارمي اول حب حقيقي حسيته بحقيقة واستبده بكذب. ما رح اعملها، ويمكن غير هالمرة ما يصح لي اني بحبك، بس اذا اجى هيدا النهار هيك بدي اقول انا بحبك يارا. بالغلط مظهر صور فيديو، وطلع هذا الفيديو لشخصية كتير معروفة. لقينا حالنا مجبورين نشتغل لصالحه. بلشنا لحد ما طلعتي لي. سبحان الله يارا، كأنه ربنا بعتك لحتى يقول لي وقف. قبلك أنا كل شيء كنت عم بعمله كان غلط بغلط. الشيء الوحيد اللي عملته صح مش رح اتنازل عنه، هو إني حبيتك. وهيدا الشيء تأكدي إنه ما صار بالغلط.